شوال حسين متقاعد من الوكاله الوطنيه للموانئ، وديجا خدمت في الترمينال البترولي. يعني الحمد لله 35 عام ونصف ديال التجربه وديال الخبره داخل الموانئ، واخا ما كناش ناس ديال القبطانيه، المهم اون لا ميتريزي كما كنقولوا. كما كتشوفوا الاسم ديال السفينه هو لندن، هو الطول ديالها 72 متر، العرض ديالها ماشي شي عرض اللي هو مهم مقارنه مع السفن اللي كتجي من ميناء المحمديه اللي كتوصل الطول ديالها 290 متر، والعرض ديالها اللي كيوصل ما بين 54 متر حتى 60 متر، والعمق ولا التيروندو كما كنقولوا كيوصل حتى ل 17 متر. ما عرفتش ملي كانت جايه، ولكن كانت جايه الميناء ديال الدار البيضاء، وحصل لها مشكل ديال هذا ديال الجوفرناي اللي هو كيتحكم، اللي عنده علاقه سميتو مباشره مع سميتو مع القياده ومجموعه، يعني تهرس وهو طلب المساعده. يعني كانت امواج عاتيه، كانت تقريبا 4.6. يعني احنا في المحمديه مثلا عندنا واحد دي كونسين مثلا بو اكوستي دي غران نافير، يعني الا وصلت له تقريبا وصلت لا لونغ سميتو لا هوتور ديالها 3 متر، ولا qui dépasse 13 secondes 13 secondes، donc on pouvait pas accoster les grands navires. يعني عندنا تجارب الحمد لله، يعني وعندنا مرشدين، ولكن هاد يعني سيتي كاتاستروفيك، ولكن الحمد لله الاحداث كلها كتوقع و سي با لا فان دي موند كما كنقولوا. هاد الجواب خاصو يبقى لا مارين مارشوند، لان هي اللي كتكلف بهذا النوع ديال السفن. لان مثلا ملي كيجي لاجون ماريتيم وهذاك الوكيل البحري كيجي لعند لا مارين مارشوند، كيشوفوا السفينه، وقبل ما كتدخل مثلا الميناء كتخص لها واحد الاكسبير. هذاك الاكسبير كيشوف واش هذيك السفينه يمكن تدخل ولا ما تدخلش. بحال هنا في محمديه كيقول لك ودي السفينه سيل ديباس 15، يعني راه خاصها لابد خاصها تكون واحد الاكسبير. داك الاكسبير ملي كيطلع كيشوف الوينشز هو هذيك باش كتجر هذاك سميتو لونكر، وباش باش كنأكوستيو النافير. دونك كيبقى الاختصاص ديال هذا ديال لا مارين مارشوند. والسفينه المحتمل اللي كيقولوا الاخوان هو التقطاع، يعني ماشي سي با ماشي شي حاجه اللي هي غريبه. وكانت سفينه اللي مؤخرا في عين السبع، يعني الى ايتي ديكوبي ما وقعش شي مشكل، يعني والحمد لله. راه الامور راه كانت في الحرب ديال سميتو الحرب العالميه الثانيه، كانت واحد السفينه اللي في لافاليز، راه كلشي كان كيشوفها، وكانت دابا الامور غادي كتطور.